السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة من وصفاتي. اليوم إن شاء الله عندي لكم اقتراح جديد وأفكار جديدة لتحضيرات مسبقة وصحية غادي ينفعكم بزاف في العديد من الوصفات. والاقتراح ديال اليوم أو الأفكار اللي غادي نشارك معكم هما هريسة منزلية بطريقة صحية وناجحة تصبر معكم مدة طويلة. كذلك غادي نحضروا مع بعض مركز الفلفله حمراء او بديل تحميره او بابريكا، عمليه صحيه واقتصاديه. وكذلك غادي نشارك معكم طريقه لتخزين الاثنين ناجحه وتصبر معكم مده طويله. وما نطولش عليكم ونبداو على بركه الله. ونبداو بالاقتراح الاول اللي هو الهريسه. كناخذوا هكا واحد الكميه ديال الفلفله حمراء، من الاحسن تكون حمراء. حتى الا بغيتوا الخضراء كيمكن لكم تحضروا الخضراء، راه كيبقى بنفس الطريقه. انا خديت هكا واحد الكميه كتبقى اختياريه اللي بغيتو. غسلتها مزيان طبعا وخليتها حتى نشفت مزيان، نشفتها. خديت هكا واحد الطاوه ديال الفرن، فرشت ليها الورق، ولا كتقدروا غير دهنوها بشويه زيت الزيتون. انا رشيت عليه شويه زيت الزيتون وشويه ديال الملحه وخلطتها هكايا مزيان. بالنسبه للفرن راه ساخن على درجه حراره 150 حتى ل 160، يعني ما كتفوتوهاش. كتشعلوا عليها من التحت، وشعلت انا حتى الفرفاره. صافي خليتها كطيب على خاطرها، كتاخذ تقريبا واحد 40 50 دقيقه، يعني حتى كطيب على خاطر على هذا الشكل وكترطق كتحمر. صافي انا استعملت هاد الفلفله الغليظه، كتقدروا تستعملوا هذيك الفلفله الرقيقه حتى هي كتعطي نتيجه احسن. بالنسبه لهاد الفلفله الغليظه انا غنحيد لها القشره، ملي كنصايبها بالفلفله الرقيقه ديك الصغيره ما كتحتاجوش تحيدوا ليها القشره بتاتا، غير هذه القشره ديال تحت ملي كطيب كترطق كطلع. صافي كما شفتوا انا استمريت هنايا حيدت ليها القشره وحيدت غير واحد شويه ديال الزرع، يعني ما كتحيدوهاش كامله. الا بغيتو تخليوها راه ممكن، ماشي ضروري انكم تحيدوها، راه حتى هي كتعطي الحراره اكثر. غير من الاحسن كنحاول نقص منها هكا ديك الكميه اللي كتكون كثيره. صافي بالنسبه انا كملت الكميه اللي عندي كامله حفت نقيه ودرتها هكا فواحد الهاشوار، وكنحاول نطحنها مزيان حتى كتولي عجين. غير واحد القضيه، ما طحنوش معاها زيت الزيتون من الاول، انا غنضيف زيت الزيتون حتى الاخير. هذا هو السر اللي كيخلي انا الهريسه تكون لنا حمراء مزيان، يعني تبقى فيها ديك الحموريه. الا طحنتو معاها الزيت من الاول راه كتولي اللون ديالها اورانج، يعني كتولي اللون ديالها برتقالي، ما كتعطيناش ديك الحموريه ديال الهريسه. بعد ما طحنتها مزيان ضفت ليها واحد الكميه هكا ديال الملحه وكميه ديال زيت الزيتون، وكتخلطوها غير هكا بالمعلقه على هذا الشكل. صافي هي الهريسه كتكون واجده، ما كاين ما اسهل منها. كتاخذوا هكا واحد القريعه ديال الزاج اللي كتكونوا عقمتوها هكا بشويه الخل والماء طيب، وكتعمروا فيها هذيك الهريسه. وصافي هي كتكون واجده. طريقه الاحتفاظ، انا كنكب عليها شويه زيت الزيتون من الفوق وكنحتفظ فيها نحتفظ بها غير في الثلاجه، عفوا غير في الثلاجه. صافي يعني كتبقى لكم المده اللي بغيتو، كتبقى 15 يوم 20 شهر، يعني ما كتخسرش. وصافي كان هذا هو الاقتراح الاول. وبالنسبه للاقتراح الثاني، هنايا عندي فلفله حلوه. كتاخذوا سوا ديك المربعه الغليظه سوا هذه كطلع ارخص اقتصاديه احسن من هذيك الاخرى. وإلا ما متوفره عندكم الاخرى حتى هي بنفس الطريقه. طبعا بعد ما كتغسل مزيان وكتنقيوها هكا على هذا الشكل. كنحاولوا نحيدوا ليها الزريعه، نحيدوا ليها هذوك الخيوط البيضين، هذيك اللوب ديالها الابيض والراس ديالها طبعا. صافي كديروا هنايا كتستفوها في واحد الكسكاس هكا، نستفوها مقلوبه. علاش غتستفوها مقلوبه؟ باش ملي غادي تبخر غادي تسهل عليكم انكم طيروا ليها او تحيدوا ليها ديك القشره ديالها. انتم غادي تشوفوا معايا الطريقه من بعد، غير تبعوا جميع المراحل باش ما تضيعوا حتى شي حاجه وباش تنجح معكم الوصفه. صافي انا درتها هنايا في الماء اللي غليان، خليتها هكا يتبخر واحد 30 دقيقه. صافي راه كتكون كافيه 30 دقيقه، ما كتخليوش اكثر، 30 دقيقه صافي كافيه. انا غادي نخليها تبخر. وهنايا صافي الفلفله بعد ما تبخرات تشوفوا معايا القشره ديالها راه كطير ساهله. هذا علاش قلت لكم الفلفله ديروها مقلوبه، يعني ما ديروهاش على الوسط ديالها هو اللي يكون باين، حتى غادي يصعب عليكم انكم تقلبوها وهي كتكون يعني طيبه بزاف مبخره. يعني غادي تبدا تعجن معكم وغيصعب عليكم تحيدوا القشره. شوفوا معايا الطريقه كيفاش كنحيدها. كتبقاو تحيدوا القشره غير هكايا، من بعد كتبداو تهزوها. ولا لقيتو شي وحده طبعا لاصقه غادي تكملوها هكا بالمعلقه. صافي انا كملت الكميه اللي عندي كامله نقيتها. كتخليو هذاك الماء اللي طلقات ملي حطيتوها، يعني ما كتلوحوش. صافي درتها حتى هي في داك الهاشوار او هاد الطحانه الكهربائيه. طحنتها مزيان على هاد الشكل كما كتشوفوا. صافي ما كنضيف ليها حتى شي حاجه، كتقدروا تضيفوا غير شويه ديال المليحه ولا كتقدروا ما تضيفوش، يعني ماشي ضروري. عمرتها هكا في هاد المستطيل ديال المكعبات ديال الثلج. صافي وغطيتو ودخلتو المجمد، خليتو هكايا المده اللي غادي يتجمد لكم 2 سوايع 3 4. المهم تقدروا تخليوه حتى ليله كامله. والغد ليه من بعد ما كيجمد تماما، شوفوا معايا هنايا بعد ما جمد عفوا. صافي كتعيدوه من دوك المكعبات
طريقه عاديه هكا كدوروا هذا كيتحيدوا مكعبات. شوفوا معايا كيصبحوا هنايا جاهزين انكم تستعملوهم في وقت ما احتاجيتو تحضروا شي وصفه، سواء لي صوص ديال بيتزا، زعلوك، شرمولات، اي كتستعملوا في اي وصفه عندكم اللي كتحتاجوا تستعملوا فيها التحميره، تقدروا تضيفوا ليها هاد المكعبات. صافي طريقه تخزين سهله ما كاين ما اسهل منها. كتحتفظوا بهم في المجمد، سواء في واحد البواطه محكمه الاغلاق، ولا هكا واحد البلاستيكه اللي كتسدوها حتى هي. وصافي كيكونوا هادو هما الاقتراحات ديالي اليوم. بديل البابريكا او التحميره منزليه صحيه، وكذلك هريسه صحيه كنكونوا عارفين مزيان اشنو فيها. وصافي كانوا هما الاقتراحات ديال اليوم. انا غنخلي لكم اخر وصفه نزلت في القناه اللي هي ديال الكاشير او لانشون، حتى هو منزلي، حتى هو راه كنت استعملت فيه هاد المكعبات ديال التحميره وكذلك الهريسه. وإلا كنتو باقيين ما شفتوش الوصفه غنخلي لكم اللين ديالها في صندوق الوصف. وصافي بالنسبه للوصفات ديال اليوم كنتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم وينفعوكم، ونتلاقاو فيديو جديد مع اقتراحات او وصفه جديده. خليتكم في امان الله، مع السلامه.